ركز بقى معايا يا ابو الصحاب لان حكايه النهارده بتكون مختلفه حبتين. حكايه فيها شويه ضحك وفرفشه بعيد عن الاكشن والقتالات، حاجه كده من اللي كنت متعود انزلها لكم زمان. عشان كده عايزك ان انت تركز معايا في البدايه يا صديقي عشان تستمتع بالنهايه. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا بحكايتنا في قريه مهدده دايما بالخطر بسبب وحش من الرتبه اس بيهجم عليهم باستمرار، وعشان يقدروا ان هم يتخلصوا من الخطر ده اضطروا ان هم يصرفوا كل مدخراتهم في سبيل ان هم يتخلصوا من الذئب اللي دايما بيهجم عليهم، وده طبعا من خلال ان هم بيستاجروا فريق من المغامرين. ولما بقى بتيجي اللحظه المناسبه بيكونوا على اهبه الاستعداد، وبنشوف بقى ان الواحد من الفريق بيكون مستخبي بعيد، بس بوم مره واحده بيترزع واحده بتطيره من المكان لان الذئب بيكون ظهر وراه. ومن هنا بتبدا المعركه، ومجرد ما القائد بيديهم الاشاره بنشوف ان في واحده بتبدا انها تستعمل اسلوب النينجا عشان تقدر انها تكتف الذئب ده بسلك معدني، بس للاسف ما كانتش عندها القوه الكافيه عشان تقدر انها تسيطر على حركه الذئب وبيرزعها في الجدار. ومن هنا بتتدخل المعالجه وبتبدا بقى تستعمل قوتها السحريه عشان تبدا انها تعالجها. المره دي بتقوم من جديد وبتقدر انها تكتف الذئب ده في واحده من الاشجار، وبعد كده بتدي الاشاره للقائد وبيقدر بقى انه يغتال من الفرصه ديت وبينقض على الذئب، وبضربه واحده منه بس بيقدر ان هو يولع فيه. واخيرا الكابوس المرعب اللي كان بيرعب اهالي القريه ديت لفتره طويله من الزمن بيقدروا ان هم يتخلصوا منه بفضل شويه المغامرين دول. بس ثواني كده يا صديقي، فاكر الولد اللي الذئب ده بيكون هدفه بعيد؟ عاوزك بقى تركز معاه حبتين لان قصتنا بتكون خاصه بيه. ده بقى يا صديقي بيكون اسمه كروي، اضعف واحد في الفريق وما عندوش اي مهارات قتاليه. مهمته بقى في الفريق ان هو يخلص لهم اعمالهم الروتينيه من تنظيف وتحضير اكل وكمان يشيل لهم المعدات. بس ده كله ما كانش كفايه يا صديقي عشان يستمر في الفريق، وبيجي اليوم اللي كان دايما خايف منه وبيتم طرده من الفريق بابشع طريقه ممكنه، وده عشان هو بيكون ضعيف وما عندوش اي مهارات قتاليه، والفريق ده بيطمح ان هو يكون اقوى فريق في المملكه، واقصى بقى حد الاعضاء الفريق هم بيكونوا 4 اعضاء فقط لا غير. وعشان كده قرروا بقى ان هم يطردوه ويجيبوا حد تاني مكانه يكون اقوى منه. وبعد ما كراي بيطرد من الفريق بيبدا بقى رحله جديده، ولكن المره ديت ما عندوش اي هدف. وبعد ما بيوصل المدينه بنشوف ان الفلوس اللي معاه بتكون خلاص قربت تخلص، وعشان كده بيقرر بقى انه يروح لنقابه المغامرين. ومع رغم ان هو بيكون متوتر ولكن بيتغلب عليه وبيقرر بقى انه يدخل للنقابه. ومجرد ما بيدخل جوه بيتفاجئ بالموظفه دي بتكون في وشه، وبتبدا بقى تساله لو هو بيكون بيدور على شغل او على وظيفه، وبيبدا بقى يعرفه ان هو بالفعل جاي هنا عشان بيكون حابب يشتغل. تقول له خلاص تمام يا صديقي يلا بينا عشان نعمل مقابله ونعرف القدرات اللي انت بتمتلكها وتقدر تعمل ايه بالظبط. مجرد ما بتبدا المقابله يا صديقي اول حاجه بقى بيبدا انه يعرف بنفسه، وبيكون اسمه كراي عنده 15 سنه، بيكون جاي من قريه اسمها هاستر في جبل شين، اللي بيخلي الموظفه انها بتكون متفاجئه جدا لان ديت اول مره تسمع عن المكان ده اصلا. تقول بغض النظر عن الكلام ده انت بقى بتعرف تعمل ايه بالظبط. كراي بقى بيبدا يعرف ان هو كان بيقوم بالاعمال الروتينيه الخاصه بفريق المغامرين اللي كان فيه قبل كده. بالمناسبه اسم الفريق ده نابي التنين المتوهج. الموظفه اول ما بتسمع اسم الفريق ده بتكون متفاجئه جدا لان الفريق ده بيكون تم ترقيته مؤخرا لرتبه الدبل اس. كراي بقى بالله اهدى كده مش عايزك تفرح قوي لان انا اصلا تم طرد من الفريق. كده بتقول له بغض النظر عن الموقف ده ولكن انا متاكده ان ديت هتكون حاجه جميله جدا في السيره الذاتيه الخاصه بيك. ده بقى اللي بيخلي جراي ان هو يبدا يحس من الامل من جديد، مع الرغم ان هو كان بيعمل شويه اعمال روتينيه بس مش اكتر. هي بقى بتقول له بص كده يا صديقي، اول حاجه ان احنا لازم نختبر قدراتك اللي انت بتكون بتمتلكها بالفطره، ان انا متاكده نقدر ان احنا نكتشف فيك شويه مواهب مستخبيه. وبالنسبه لترتيب الرتب يا صديقي فهي بتكون كالتالي: ادنى رتبه هي بتكون الرتبه جي، بتتوالى الرتب لغايه ما بيوصلوا للرتبه تريبل اس، وبطبيعه الحال هي دي بتكون اعلى رتبه ومش اي حد بيقدر ان هو يوصل لها. بالنسبه بقى يا صديقي للناس اللي بيكون موهبتهم قليله جدا لدرجه ان هم ما عندهمش القدره يقطعوا الفلاس بالسيف، بتكون رتبتهم منحصره ما بين الرتبه دي لحد الرتبه ايه. اما بقى بالنسبه للناس اللي بتكون عندها القدره انها تقطع الفلاس بالسيف الخاص بيها فرتبتها بتكون بطبيعه الحال اعلى من الرتبه ايه. هنا بقى بنشوف ان كراي بيبدا بقى انه يتمنى بالفعل لو بيكون عنده شويه مواهب مختفيه. لما بقى بتطلع النتيجه هنا يا صديقي فهي بتكون صدمه بكل المقاييس بالنسبه لي. كل الاختبارات اللي هو بيكون عدى فيها بيكون حصل فيها على ادنى رتبه وهي الرتبه جي. عشان كده بنشوف ان الموظفه بتبدا بقى تتكلم معاه وبتقول له للاسف انت ما عندكش اي مهاره قتاليه، ونتيجه لكده الوظائف اللي انت ممكن تتوظف فيها فهي هتكون محدوده بشكل كبير. على الرغم ان هو بيكون محبط جدا ولكن بتقول له لا استنى كده، ممكن انت برضه تشتغل في شويه اعمال تجاريه، وغير كده وكده لسه في شويه اختبارات زي الحداده وكمان الخيمياء. لكن للاسف الموظفه اللي بتكون مسؤوله عن القسم ده فهي بتكون غايبه وهتضطر ان انت تنتظر شويه من الوقت. متوقع ليها انها ترجع تاني للعمل في خلال الاسبوع القادم. بقى بقول لها ما عنديش اي مشكله ولكن احب اعرفك ان انا تقريبا بكون مفلس. بقى بتقول له خلاص انا فهمت انت قصدك ايه بالظبط، طب انت تقدر تشيل كيس الرمل اللي هناك ده؟ وكراي بقى بيقول لها اكيد طبعا. ولما بقى بيقرب وبيبدا بقى انه يشيل كيس الرمل بيحس بحاجه غريبه، ان الكيس ده بيبدا بقى انه يستنزف شويه من الماله بتاعته، رغم ان هو بيقدر يشيله اللحظات ولكن بيبقى تقيل جدا عليه. بقى بتقول له خلاص تمام يا صديقي، بما انك في القوه ديت فانسب عمل ليك دلوقتي ان انت تشتغل في اعمال البناء. وبتبدا تعرفوا ان في مدينه معينه دلوقتي بتستقطب اكبر عدد من العمال عشان بيكونوا عايزين يحوطوا المدينه بالاسوار. لسه بقى بتساله هل انت فعلا موافق ان انت تشتغل هناك؟ بيقول لها اكيد طبعا. بالفعل يا صديقي بعد شويه وقت بنشوف ان هو بيكون وصل عند مشرف العمال. لما بقى بياخد بص على جسم كراي بيحس ان هو بيكون هزيل ومش هيكون قد الشغل، ولكن ما بيكونش عنده رفاهيه ان هو يرفضه اصلا لان هو بيكون عنده نقص شديد في عدد العمال. يبدا بقى ان هو يتكلم معاه وبيقول له بص كده عشان ما بحبش اكرر كلامي كتير، اول حاجه انت هتروح تعمل الاسمنت ده وبعد
كده تروح للاسوار ديت وتبدا بقى ان انت تصلحها. بس بقى كراي بيحاول بقى ان هو ياخد منه شويه تفاصيل اكتر، ولكن هو بيقول له بص كده يا معلم انا هرجع لك بعد 3 ساعات واحرص ان انت تكون خلصت نصف برميل على الاقل. لما بيمشي بيقول له خلي بالك يا معلم المال اللي انت هتكتسبه على قد الشغل اللي انت هتشتغله، يعني لو تكاسلت المال اللي انت هتكسبه هيكون قليل. كراي بيكون محتار جدا هل ممكن ان هو يستعمل المنى الخاصه بيه في خلط الاسمنت ولا لا. يكون بقى حاسس ان الجدع ده بيكونش واثق فيه كفايه وعشان كده ما بيكونش اداله اي اهتمام. بالرغم من كده كراي بقى بيقرر انه واثق في نفسه ويقوم بالشغل اللي هو يقدر عليه. وفعلا بعد مرور 3 ساعات بنشوف ان المشرف بيرجع تاني ليه، ولكن علامات الصدمه بتكون باينه على وشه. ده لان كراي بيكون عمل جزء كبير جدا من الجدار في خلال ال3 ساعات دول. فاحنا بقى بيحس ان هو بيكون عك الدنيا وبيبدا بقى انه يعتذر له بيقول انا ما قدرتش اعمل غير الجزء ده لان الاسمنت اللي معايا كله خلص. لكن بالعكس تماما المشرف اصلا بيكون مصدوم جدا ان هو بيكون قدر يصلح 3 جدران بالضخامه ديت في خلال 3 ساعات. بالرغم من كده فهو بيكون مستغرب من حاجه وبيقول له ثواني كده هو انت قدرت ازاي تتعامل مع الاجزاء العلويه وانت ما معكش سلالم؟ بقى بيقول له سهله وبسيطه يا صديقي، انا مسكت الاسمنت ورميته على مناطق معينه وبدات ان انا اظبطه بالاداه ديت. بقى بيكون واقف قدامه بيتشلل ان هو مستحيل اي حد يقدر يعمل الكلام اللي هو بيقول عليه ده، لكن بيرضخ للامر الواقع لان فعلا هو ده اللي عمله. عشان كده بيبدا بقى انه يساله هو انت ناوي تشتغل معانا قد ايه بالظبط؟ وكراي بقى بيقول له ما فيش يعني حوالي اسبوع على الاقل. المرشد بقى بيقول له تمام وبيبدا بقى انه يديله الراتب بتاعه، ولكن بيعرفوا ان هو ده اللي يقدر يدفعه له النهارده، وبالنسبه لباقي الراتب فهو يدفعه له من خلال النقابه. هنا بقى بيكون متفاجئ وبيقول له يا صاحبي وانت متاكد ان انت هتديني المبلغ ده كله لوحدي؟ وبيقول له طبعا انت اشتغلت شغل عظيم جدا. بقى اللي بيخلي كراي ان هو بيكون مبسوط جدا من المعامله بتاعته. بعد بقى مرور 3 ايام بنشوف ان اهالي المدينه بيكونوا مصدومين جدا لان كراي بالفعل بيكون قدر يخلص كل الجدران في خلال ال3 ايام دول ورممهم بالكامل. لما المشرف بيروح ويبدا بقى انه يتكلم معاه بيقول له مفيش داعي ان انت تيجي بعد النهارده. كراي بيقول له يا اسطى واحنا مش اتفقنا ان احنا نشتغل معاك لمده اسبوع؟ هو بيقول له بص كده يا معلم الجدران اللي انت خلصتها في خلال 3 ايام ديت كانت المفروض انها توفر وظايف لشويه الفقراء دول، لو انت تنيتك وسطهم فاحب اكد لك ان مفيش ولا واحد فيهم هيقدر انه ياكل جنبك عيش. بالنسبه بقى للقدرات اللي انت بينتها هنا ففي الغالب يا اما انت في الرتبه اس يا اما تريبل اس. انصحك يعني ان انت تخرج من المكان ده وتروح للعاصمه الملكيه. كراي بقى واقف بيكون مسبقين له مش فاهم اي حاجه، رتبه اس مين يا عم اللي انت بتتكلم عليها؟ ده لسه مطرود من يومين. من غير كتير بيديله الفلوس بتاعته وبعد كده بيقرر بقى ان هو يحلق له. كراي هنا بقى بيكون في حيره من امره بيقول ثواني كده هو الجدع ده كان عايز مني ايه بالظبط وطردني ليه؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ وعشان كده بنشوف ان كراي بيرجع تاني للنقابه وبيكون باين عليه الاحباط جدا لان لسه فاضل اكتر من كام يوم الموظفه اللي هو بيكون مستنيها اللي بيكون اسمها فينا بالمناسبه ترجع تاني للنقابه. اثناء هم بقى بيكونوا قاعدين بنشوف ان في واحده من المغامرين بتكون عماله تتخانق مع موظفه معينه ما لقيتش الشخص اللي هي بتكون عماله تدور عليه في النقابه هنا. عشان كده بنشوف ان الموظفه اللي هنسميها مديحه بالمناسبه بتقرب انها تقرب منها عشان تفهم ايه اللي بيحصل. تفهم بقى صديقي ان المغامره دي بتدور على شخص يعمل كعامل منجم، لكن بيكون عندها شويه شروط ان العامل منجم ده هياخد الراتب بتاعه على حسب العمل بتاعه وحسب النتائج اللي هو هيقدمها ليها، وكل ده كمان مش عايز تدفع اي نقود تحت الحساب او اي حاجه تثبت جديتها. مديحه بقى بتقول لها بص كده يا ستي المواصفات اللي انت بتدور عليها ديت تقريبا مش موجوده، لو انت فعلا عايزه حد يشتغل معاكي فانت لازم تدوري على المستثمر يطور المنجم بتاعك. لكن المغامره دي بتكون متعصبه جدا لانها لو ما دفعتش الضرايب بتاعتها في خلال اسبوع بس فهيتم مصادره كل املاكها تقريبا. اثناءهم بقى بيكونوا واقفين بنشوف ان كراي بيقرب منهم وبيقول لهم ان هو بيكون على اتم الاستعداد يقبل بالوظيفه ديت. لما كان عايش في القريه بتاعته وكان بيساعد المراقبين في المناجم وكان دايما يعني بيشتغل في المناجم بعد الظهر. ودي هنا بقى بتبدا تحذره لان بالطريقه ديت فهو بيخاطر بجزء كبير جدا من الراتب بتاعه. لكن الامور ما بتمشيش زي ما هو بيكون عاوز لان المغامره ديت اصلا بترفض انها توظفه لانها بتكون عايزه شخص بيكون عنده بنيه عضليه مش يعني شخص هزيل زيه. دي حابه تقولها في الحاله ديت مفيش اي مشكله ولكن على الاقل لازم تدفعي 10 عملات فضيه. المغامره ديت بتكون مصدومه لانها اصلا معاش المبلغ ده وعشان كده بتبدا بقى تتكلم مع كراي وبتقول له يا ابني انت متاكد ان انت عندك الخبره اللي انت بتتكلم عليها؟ وبيقول لها طبعا وبتقول له خلاص امرنا لله تعالى ورايا. المهم بقى صديقي بعد ما كراي بيسيب النقابه بيمشي بنشوف ان باقي الراتب بيكون وصل. اما بقى مديحه بتبص على الرقم هنا بتكون الصدمه بالنسبه لها لان الراتب بتاعه بيكون مكون من 200 عمله ذهبيه. من الصدمه اللي هي فيها بنشوف انها بتتكعبل في كاس الرمل وبتتلقح على الارض وبتقول له ثواني كده هي كاس الرمل دي بتعمل ايه هنا اصلا؟ ولكن صديقتها بتبدا بقى تصحح لها المعلومه الاكياس ديت مش اكياس رمل عاديه بل هي بتكون مخصصه لقياس المانا اللي بيمتلكها الشخص، وكل ما الاكياس الرمليه ديت بتكون وزنها ازداد اكتر بيدل على كميه المانا اللي الشخص بيكون بيمتلكها. اي شخص طبيعي يقدر ان هو يشيل الاكياس الرمليه ديت بكل سهوله، بالرغم ان مديحه بتكون شاكه في الامر ولكن بتبدا بقى انها تشيل الاكياس الرمليه وبالفعل بتقدر انها تشيلها. بقى بتقول اي نعم انها كانت تقيله ولكن ما كانتش للدرجه اللي كان كراي باين فيها ان هو ما بيكونش قادر يشيلها، وعشان كده بتكون محتاره جدا هو كراي ده يطلع مين بالظبط. المهم يا صديقي بنسيبها بقى ونروح لكراي وبيكون بيتمشى مع المغامره ديت لغايه ما اخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا المخيم بتاعهم اللي بيكون موجود في نص الغابه. هنا بقى كراي بيكون متفاجئ جدا لان مفيش غير خيمه واحده بس ولكن هي بتطمنه وبتقول له ان المكان هيساعدنا احنا الاثنين، بقى اللي بيخلي كراي ان هو بيكون محرج جدا مجرد ما يفكر التفكير ده اصلا. بالمناسبه يا صديقي المغامره ديت بيكون اسمها شورتي. كراي بقى بيكون معترض ان هو ينام جنبها في نفس المكان لان هو بالنسبه له كده امراه جميله وبيبدا بقى انه يتغزل فيها والبنت بتتعصب جدا لدرجه انها بتبدا تلطش له وهي بقى بتقول له بقول لك ايه فك بقى من العبط اللي في دماغك ده ويلا بينا ناكل عشان ورانا شغل كتير جدا بكره. لما كراي بيعرف ان هي اللي بتكون عامله الاكل ده بنفسها فهو بيكون مبسوط جدا لان ديت اول مره ليه من فتره طويله اي
حد يعمل له اكل اصلا. لكن المهم يا صديقي بنشوف ان هم بيقضوا وقت لذيذ جدا مع بعض، وفي نهايه اليوم بيقرروا بقى ان هم يخشوا يناموا. لكن كراي ما بيكونش مرتاح في الوضع، ولما بقى بيشوف حاجات غير لطيفه بيقرر بقى انه يسيب الخيمه وينام بره. في تاني يوم لما شرطه بتخرج من الخيمه بتتفاجئ ان كراي بيكون نام طول الليل بره. مش كده وبس، لا كمان بيكون صلح لها اللبس الخاص بيها. تتاكد بالفعل ان الولد اللي قدامها ده بيشتغل اكيد في المكان الغلط. بقى بتقول من غير كتير يلا بينا بقى نروح على الشغل، ان احنا لازم نجمع على الاقل قبل نهايه الاسبوع 10 عمل ذهبيه. كراي بقى بيقول لها قشطه مفيش اي مشكله، ولكن انت حددت المكان اللي احنا نبدا نفحت فيه ولا لسه؟ هي بقى بتقول له مش متاكده، ولكن في الغالب في مكان قريب من هنا. هنا بقى بيكون معترض وبيعرفوا ان لو اشتغلت بالطريقه العشوائيه ديت ففي الغالب مش هتلاقي اي خام. بيقترح عليها ان هم ياخدوا لفه كده سريعه في المكان على مناطق كده معينه. بالفعل صديقي ده هو اللي بيعملوه، بيبداوا ان هم يدوروا لغايه ما بيلاقي حجر معين. لا ايوه هي دي بقى الاحجار اللي احنا لازم ندور عليها، وبخبطه بسيطه منه بنشوف ان في احجار كريمه بتكون ظهرت جواه، وده بقى اللي بيخلي شيرتي انها بتكون متفاجئه جدا. بقى بيقول لها بص كده يا ستي، على الغالب الاحجار ديت بتساوي 3 قطع ذهبيه. شيرتي هنا بتكون مصدومه جدا لان هم بكده بيكونوا قطعوا تلت الطريق تقريبا. لكن لو فاكر ان كراي بيكون واقف لغايه هنا تبقى غلطان يا صديقي. كراي بيقدر انه يجمع كم كبير من الاحجار الكريمه. بقى بتقول له على ما اظن كده معلم الكم ده كفايه، يلا بقى بينا نروح. لكن كراي بيعرفها ان ده مش مظبوط. بقى بتقول له اكيد طبعا عمل انت اصلا اللي عملت كل حاجه، ففي الغالب الاحجار دي كلها بتاعتك. لكن كراي بيعرفها ان هو ما كانش قصده كده، لا احنا لازم نحول الاحجار ديت لاحجار سحريه في الاول عشان تزيد من قيمتها. هي بقى بتقول له ثواني كده يا معلم، اظن ان في 3 بس في المملكه هم اللي بيكون عندهم القدره يعملوا الاحجار السحريه ديت. فاثناء هي بقى بتكون بترغي بنشوف ان كراي بيكون انتهى من صناعه اول حجر سحري. بتقول له ايه العبط ده يا معلم، ثواني كده، الحجر السحري في ايدك ده المفروض انه ياخد على الاقل ساعه. بقول لها ثواني كده، يعني انا كده ما عنديش المنى الكافيه عشان اقدر ان اخد كل الوقت ده انا فاشل. وانا بقى كراي بيفهم ان الحرفيين الحقيقيين بيكون عندهم القدره ان هم يبثوا المنى في الحجر السحري لمده ساعه كامله. شرطه بقى بتقول لنفسها انا حاسه ان في حاجه كده غلط ومش مظبوطه في الموضوع. في نهايه اليوم بنشوف ان شرطه بتكون جمعت كل الاحجار السحريه اللي كيرتو بيكون قدر يعملها، وبتقرر بقى انها تروح للمدينه عشان تبيعها. بالنسبه ليه فهو يتنيه في قلب الغابه لغايه ما ترجع له في تاني يوم. بالفعل صديقي بنشوف ان شرطه بتكون راحت للمدينه عشان تبدا بقى تبيع الجواهر السحريه. لكن الموضوع ما بيكونش سهل لان الموظف ده بيبدا بقى يسالها عن الوثيقه اللي بتدل انها بتكون قدرت انها تشتري الجواهر السحريه ديت من بره. لكن هنا شرطه بتبدا تعرفه ان الجواهر السحريه ديت بتكون مصنوعه محليا، يعني بطبيعه الحال ما عندهاش اي وثيقه. بقول لها خلاص يا ستي، طب انت جايباها من انهي ورشه بالظبط؟ عشان كده بنشوف انها بتطلع القلاده الخاصه بيها، واول ما الموظف بيشوفها بيكون متفاجئ جدا ان المغامره اللي قدامه ديت بتكون تحت اشراف العائله الملكيه مباشره. عشان كده بنشوف ان شرطه بتطلب بقى منه الرخصه انها تخش العاصمه الملكيه عشان تقدر انها تبيع البلورات الخاصه بيها. بالفعل صديقي هو ده اللي بيحصل، وبنشوف انها بتروح لاحد المحلات، ومن الواضح كده ان هي معرفه سابقه مع صاحبه المحل ده. بتبدا تعرفها انها بتكون جايه هنا عشان عايزه تبيع لها البلوره السحريه دي. اما بقى الموظفه بتمسكها بتحس ان الهاله بتاعتها بتكون ضعيفه، وبتلاقي في الغالب كده هي ما تسويش اكتر من 10 عملات ذهبيه. ولكن مره واحده كده بتلاحظ حاجه غريبه، وعشان كده بتطلب منها انها تستنى. وعشان كده بنشوف انها بتاخد البلوره السحريه ديت لجوه وتعمل عليه شويه اختبارات. ولما بترجع تاني لشرطه بتعرفها ان للاسف مش هتقدر انها تشتري البلوره السحريه ديت ب 10 قطع ذهبيه بس، بتحتوي على 10 اضعاف المانه السحريه في اي بلوره عاديه. شرطه بقى بتقول لها ثواني كده، انت قلت من شويه ان التوهج بتاعها بيكون ضعيف، وهي بتقول لها ده طبيعي جدا لان تم معالجه الحجر السحري ده بطريقه عاليه جدا. انا بقى بتقول لها ثواني كده، انا تقريبا معايا 49 حجر غير الحجر ده. فورا بنشوف ان الموظفه ديت بتطلع لها حوالي 500 قطعه ذهبيه. بنشوف انها بتطلب منها شرط خاص انها ما تبيعش اي جواهر سحريه في مكان تاني غير المتجر بتاعها. بطبيعه الحال مش اي حد يقدر انه يقيم الاحجار السحريه ديت بسعرها الحقيقي، وبطبيعه الحال ما ينفعش الاحجار السحريه ديت تبدا انها تنتشر في المملكه بشكل سريع. اخر حاجه انا بكون عندي فضول شديد جدا انا اعرف الشخص اللي بيكون صنع الجواهر ديت. بتقول لها انا موافق على الشرط الاول، ولكن للشرط الثاني انا للاسف ما اقدرش اعرفه لك. بتقول له ازاي شخص بالقيمه ديت وبالقوه اللي هو بيمتلكها ديت لازم ان هو يخدم المملكه بشكل مباشر، لو انت حابه ان انت تحتفظي بالسر ده لنفسك عشان تحققي اكبر كم من المكاسب. لكن شرطه بتقول لها على فكره انت فاهمه الموضوع غلط تماما، اما في الامر ان انا مش حابه اشارك معلومات عن الشخص ده بدون اذنه. بقى التاجره بتحاول بقى انها تاخد منها المعلومات باي طريقه حتى بالسلطه اللي هي بتمتلكها لانها بتكون شغاله تحت العائله الملكيه مباشره. لكن شرطه بتكون رافضه تماما انها تقول لها اي حاجه لانها اصلا ما بقتش شغاله تحت امره العائله الملكيه. تقول لها خلاص يا ستي انا هطلب منك الطلب ده شخصي كصديقه، حاولي بقى ان انت تحافظي على الشخص ده وما تسمحيش لاي دوله تانية تستفاد منه، وامكن ان انت تعملي له مختبر سحري فده هيكون مناسب ليه جدا عشان يقدر انه يطور من نفسه. فوق كل ده كمان هي بتكون عندها القدره انها تمنحه لقب الكنت بما انها بتكون شغاله تحت سلطه العائله الملكيه مباشره. لما بقى شرطه بتخرج من المحل فهي بتكون مصدومه جدا لانها بتكون حصلت على 500 قطعه ذهبيه، وفوق كل ده كمان كيرتو ممكن انه يحصل على لقب الكنت. قبل ما ترجع لكيرتو بتقرر انها تروح لنقابه المغامرين عشان تسال الموظفه ديت شويه اسئله عن كيرتو. لكن بتتفاجئ ان الموظفه ديت بتبدا بقى تسالها نفس السؤال، ومن الواضح كده ان الاثنين دول ما يعرفوش عنه اي حاجه. رغم من كده بنشوف ان شيرتو بتكون حابه انها تطلع على المعلومات الشخصيه بتاعته، لكن الموظفه بتكون رافضه. ولكن مجرد ما شيرتو بتطلع القلاده الملكيه بتاعتها بنشوف انها بتطلع على كل الاحصائيات الخاصه بيه. واول لما تعرف ان كيرتو كان عضو في نادي التنين المتوهج بتكون مصدومه جدا لان الفريق ده بيكون قوي جدا اصلا. المفاجاه بالنسبه لها ان هو بيكون حصل على الرتبه جي في كل الاختبارات القتاليه. دي كمان بتبدا تعرفها ان كيرتو ده بيكون اتطرد من وظيفه خلال 3 ايام بس لما كان بيصلح اسوار المدينه. لكن الصدمه ان الراتب بتاعه كان يساوي 200 عمله ذهبيه. التقرير اللي بيكون
وصل من العمل بتاعه ان هو بيكون قدر يصلح تقريبا معظم الاسوار في 3 ايام. مع الرغم انها بتكون مصدومه ولكن بتقول هو ده الطبيعي. وبعد كده بقى بتطلع الراتب الخاص بكيرتو. لما مديحه بتعرف المبلغ اللي شيرتو بتكون سايباه بتكون مصدومه لان هم بيكونوا 499 قطعه ذهبيه كده وبس. بنشوف ان شيرتو بتأمرها بما انها بتكون شغاله تحت امره العائله الملكيه بتكون ممنوع انها تفصح عن اي معلومات خاصه بكيرتو لاي حد. تاني يوم بنشوف ان شيرتو بتكون رجعت تاني لكيرتو للغابه، وهنا بقى بتكون الصدمه باينه على وشها لان هو بيكون في خلال الكام ساعه اللي بتكون غابت عنه بيكون قدر يبني منزل. كيرتو بقى بيقول لها ده امر طبيعي بالنسبه لاي حد كان عايش في القريه بتاعتي، كان قادر ان هو يبني المنزل بتاعه في يوم واحد. بنسيبهم دلوقتي خالص وبيتنين بين المشهد عند فريق نابي التنين المتوهج. بنشوف ان القائد ده بيكون واقف ومستغرب جدا لان هو ما بيكونش قادر يخرج النيران من السيت بتاعه كالمعتاد. بنشوفهم بقى ان هم بيكونوا في مواجهه وحش خشب عملاق جدا، وبعد كده بقى بيشوف ان القائد بيطلب من مارسل المعالجه انها تبدا تعالجه، لكن للاسف هي بقى بتكون عاجزه لان قوه المانا الخاصه بيها بدات انها تقل بشكل كبير. دوبك بالعافيه بنشوف ان القائد بيكون قادر انه يتصدى للهجمات، وعشان كده بيبدا بقى انه يتكلم مع المبتدئ الجديد بتاعهم. هل هو بيكون عنده القدره ان هو يستعمل سحر النيران ولا لا؟ قال له بالظبط زي ما انت قلت، انا يا دوبك مبتدئ وما بقدرش استعمل السحر اللي انت اصلا بتقدر تستعمله. وسط بقى كل اللي بيحصل ده بنشوف ان البت دي بتبدا بقى انها تضحك ضحكه خبيثه وبتتاكد ان الحزب ده خلاص بيكون انتهى. سيبهم خالص دلوقتي يا صديقي وبنرجع بقى تاني عند كيرتو. بنشوف بقى ان شيرتي بتبدا تعرفه ان في ناس دلوقتي في المملكه عندهم استعداد يسيبوا له مختبر سحري يعمل فيه كل الاختبارات اللي هو بيكون عاوزها، وكل ده كمان هيمنحوا لقب الكونت ويكون واحد من النبلاء. طب يكون مستغرب من الكلام ده كله بيبدا بقى يسالها هو انت عرفت كل الكلام ده منين بالظبط؟ بكل بساطه الشخص اللي قيم البلورات السحريه اللي انت بتكون عملتها هو اللي بيكون عنده استعداد يديك كل الامتيازات ديت. الشخص ده بيمتلك منصب في البلاط الملكي. قلت بقى بالله يا ستي وانت متاكده من الكلام اللي انت بتقولي ده؟ يعني هي ما بتكذبش عليكي؟ تقول له اي نعم انا عارفه ان الموضوع ده ممكن يكون صعب ان انت تصدقه، بس انت ايه رايك في الموضوع؟ كيرتو بيكون محتار ولكن بيبدا بقى انه يعتذر له وبيقول لها اي نعم ان العرض ده ما ينفعش اي حد يرفضه، ولكن بتمنى ان انت ترفضيه بالنيابه عني. بقى ان كيرتو بيكون رافض المنصب ده لان هو ما بيكونش حابب يحط نفسه في منصب اعلى من البقيه، وكل ده كمان في جزء منه عايز يرجع تاني للفريق اللي هو كان فيه قبل كده. ولا بقول لك ايه، فكك بقى من ده كله لان انا اظن ان شغل دلوقتي مناسب جدا ليا. كيرتو لما بتسمع الرد ده منه فعلا بتتاكد ان هو الشخص اللي قدامها ده بيكون شخص طيب. كيرتو بالله على ما اظن ان البلورات السحريه اللي انت بعتيها ديت ما كفتش ان انت تدفعي كل الضرايب اللي عليكي، صح؟ تقول له لا 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 من الناحيه ديت يا معلم لا تقلق، انا بعتها بمبلغ كويس جدا، بما ان انا مش اللي صنع البلورات السحريه دي، كل اللي خدته يا دوبك هي عمله واحده ذهبيه. بالنسبه لباقي المبلغ فانا حطيته في حسابك في قلب نقابه المغامرين. قلت بالله يا ستي ايه اللي انت عملتيه بالظبط؟ ما كنتش المفروض تعملي كده. انت ما تعرفش حاجه، انا لو كنت قبلت المبلغ الضخم ده على نفسي كنت دايما هبدا احس بالذنب، وبغض النظر عن اي حاجه اتمنى ان انت تكمل في تنقيبي عن المواد الخام. يقول لها يا ستي من الناحيه ديت لا تقلق، على ما اظن كده ان انا لقيت عقد مليء بالالماس. تقول له طب يا ابني انت استريحت ونمت كويس؟ وبالله يا ستي من الناحيه ديت لا تقلق، يعني نمت تقريبا 6 ساعات. بتقول 6 ساعات يا اسطى انت بتقول ايه؟ ده المفروض يعني انت عشان تبني الكوخ ده محتاج اكتر يجي من 20 ساعه لوحدك. وكيرتو بقى بالله وانا بلغت في الموضوع؟ طب انا نمت كتير؟ طب انا لما كنت في نابي التنين المتوهج كنت يا دوبك بس بنام 4 ساعات بس، كده اسرفت من النوم ولازم بقى اعوضها عن الساعتين اللي انا نمتهم زياده. بعد كده بقى لما بيخرجوا من الكوخ بنشوف ان كيرتو بياخدها للمكان المفروض ان هو بيكون لقى فيه الخام الجديد. كيرتو بقى بتقول له ثواني كده، انا مش شايفه ان في اي حاجه غريبه في المكان تدل ان في حاجه اصلا من المواد الخام. كيرتو بيقول لها فعلا انت عندك حق، ولكن لو بصينا لتضاريس الجبل بقى هيدل ان في ترسبات من المواد الخام موجوده في اسفل الجبل. ده بقى انه ينبهها انها ما تنفعش انها تحفر اكتر من 50 متر، عشان كده بيقرر بقى انه يسيبها تنقب في المكان ده لوحدها ويروح بقى يكمل تنقيب في المكان اللي دور فيه امبارح ولقى فيه الالماسه الكبيره. يمر بقى عليهم اليوم بالكامل وبنشوف ان هم بيعملوا بجهد وباجتهاد، لغايه ما بنشوف ان شيرتو بتكون في قمه الانشكاح لانها اخيرا لقت واحده من البلورات السحريه، بتكون بقى متحمسه انها تروح تبيعها لانها مفكره ان البلوره ديت ممكن تجيب لها اكتر من 3 عملات ذهبيه. طلبت من كيرتو ان هو يحولها لبلوره سحريه فاكيد هيحصلوا على مبلغ كبير جدا من وراها، لكن بترجع وبتقرر بقى انها تشيل الفكره ديت من دماغها خالص لان ما بتكونش عايزه تستغل الشخص الطيب زي ده. كده بقى بتبدا بقى انها تتمشى في الغابه عشان تروح للمكان اللي المفروض كيرتو يكون موجود هناك. بقى عماله تتساءل مع نفسها يا ترى كيرتو عمل ايه بالظبط، وتكون بقى متاكده ان على الاقل كيرتو بيكون عمل لنفسه نفق تعدين. لما بقى بتوصل للمكان الخاص بكيرتو ظنها بيكون في محله اللي انا فعلا بتلاقي النفق اللي بيكون عمله كيرتو. لما بقى بتدخل وبتبدا بقى انها تتمشى فيه بتكون متفاجئه ان المصدر الضوء بيكون متواجد في كل مكان بفضل الطحالب السحريه، كده مش هيحتاجوا لاي مصدر ضوء اصلا. تقول اي نعم انا كنت متوقعه انه يعمل حاجه شبه كده ولكن مش بالضخامه دي. تبدا بقى نصيح شويه زي الفل لغايه ما بنشوف ان كيرتو بيكون وصل لعندها. يا ست على فكره انا اصلا كنت كده كنت ناوي ان انا ارجع لك. بتقول له بص وانا عايز اسالك بس انا خايفه من الاجابه، هي ايه النتائج اللي انت بتكون وصلت لها بالظبط؟ كيرتو بقى بيبدا ان هو يعتذر لها لان كل اللي بيكون قدر يعمله ان هو يجمع شويه صخر ملوش اي 3 لازمه، اللي قدر يعمله يا دوبك ان هو قدر يجمع شويه شظايا من المواد الخام اللي هو بيكون عاوز يجمعها. كده بقى بنشوف ان هو بيشيل الصخور ديت وبيلقحها في صندوق كبير، وهي بتساله هي دي الصخور اللي انت بتتكلم عليها اللي ملهاش اي 3 لازمه؟ وبيقول لها مظبوط. هي بقى بتكون مستغربه بتقول ازاي الصخور ديت ملهاش اي قيمه مع الرغم ان شكلها بيكون جميل؟ بيقول لها على ما اظن بسبب ان انا جمعت منها كميه كبيره ملهاش اي قيمه. غالب الصخور ديت بتسمى باسم خام الميسل. لما تسمع الكلام ده منه بتكون مصدومه بتقول له ثواني كده اللي انت قلته ده اسمه الميسل؟ كيرتو بقى بيقول لها مظبوط، الخام ده موجود كتير جدا في القريه بتاعتي لدرجه ان احنا بنتخلص منه باي طريقه.
بتقول لنفسها هو الواد ده متخلف ولا معتوه، هو ما يعرفش ان خام الميسل ده بيكون اكتر قيمه من الذهب، كل ده كمان عايز يتخلص منه بكل البساطه دي. تبقى لها ثواني كده، هو انت ليه منبهره بيه؟ هو ذا قيمه كده عندكم ولا ايه الدنيا؟ بتقول لنفسها اكيد طبعا خام الميسل ده بيكون نادر جدا ومش اي حد يقدر يحصل عليه في جميع انحاء العالم اصلا. بيكون عندها فضول هو بيكون عمال بيدور على ايه، وبتبدا بقى تساله هو ايه الخام اللي انت بتدور عليه يا معلم؟ كيرتو بقى بيرد عليها وبيقول لها خام الكرمرالي. بتقول لي ثواني كده، الخام اللي انت بتدور عليه هو الخام الاسطوري اللي مفيش اي حد في الدنيا قدر يحصل عليه ولا مره. فبتقرب منه وبتشوف الشظه اللي في ايده وبتكون منبهره جدا من جمالها. بتقول لها يا ستي هو انت ليه مكبره الموضوع؟ على فكره المعدن ده تقدري تلاقيه في اي مكان. هي بقى بتتعصب عليه جدا، بتقول له انت بتقول ايه؟ مستحيل اللي انت بتقول عليه ده اصلا. بتقول لها على فكره انت مكبره الموضوع، بعد الفجر انا اقدر اجمع من اي ارض تقريبا منه 7 كيلو. بتقول لي ثواني كده عشان افهم صح، هل انت حفرت في الجبل ده تقريبا لمسافه تبعد 7 كيلو؟ بتقول لها اها مظبوط، وكل ده كمان حط اعمده خشبيه في كل مكان في النفق، وعمل ده كله في يا دوبك 8 ساعات. تقول له بص انت لو عملت اي حاجه تانية انا مش هتفاجئ. اثناء الغروب بنشوف ان ضوء الشمس بيدخل للنفق، وهي اول ما بتشوف المنظر ده بتكون منبهره بيه جدا. ان النفق ده بيكون معمول بمهاره ودقه عاليه كبيره جدا. طبعا مرور يومين بنعرف بقى ان هم بيكونوا انتهوا من مهمه التعديل. بالنسبه بقى للنفق اللي هو بيكون عامله ده فبيكون سهل الحركه ما بين المملكه والمدينه، اللي هيوفر عليهم وقت كبير وخاصه للتجار. بالنسبه بقى للضرائب بتاع شيرته فهي بتكون قدرت انها تحصل على مبلغ كافي تدفع بيه كل الضرائب. طبعا يا معلم ده المفروض انها تعمل من وراك ثروه قوميه. بعد كده بقى صديقي بنشوف ان كيرتو بيقرب انه يرجع تاني للنقابه، ولكن قبل ما بيدخل بنشوف ان في واحده بتنادي عليه. كيرتو اول ما بيسمع صوتها بيقدر ان هو يتعرف عليها فورا، لان دي بتكون باندا اللي كانت معاه في الفريق السابق. ده بقى يسالها هو انت جيت هنا عشان ترجعي لي النبي التنين المتوهج تاني ولا ايه؟ لكن هي بتقول له الموضوع مختلف تماما لان انا بكون سبت الفريق. تبدا تعرفه ان في حاجات كتير بتكون حصلت، وتبدا بقى انها تحكيها له. والحاجه حصلت ان القائد بتاعهم ما كانش راضي باي طعام كان بيتحط له حتى في افخم المطاعم. بس هو بيكون في احد الزقاب بنشوف ان باندا بتكون وقفته. يبدا بقى يسالها هل لسه في شويه اكل من اللي كيرتو بيكون عمله قبل ما يمشي ولا لا؟ هي بتقول ان كل حاجه بتكون خلصت وانها كلت كل حاجه. بسبب بقى كده فبيبدا بقى انه يتعصب ليها وبيامرها انها لازم تروح تجيب كيرتو من اي طريقه عشان يعمل لهم اكل جديد. بقى بتقول له بس كده معلم سهله وبسيطه، ومره واحده كده بتعدي من جنبه بسرعه خاطفه، وانها كانت لازم تستعيد منه بلوره التنقل الاني. لما بتسيبه بنشوف ان الحراس بيبداوا ان هم يدوروا على القائد ده في اي مكان، اللي بيخلي البت دي بتكون في قمه الانشكاح لانها بتكون متاكده انها هيتحبس. كده رسميا هيتم تفكيك فريق النبي التنين المتوهج. بقى بنرجع تاني للوقت الحاضر بنشوف ان باندا بتقرر انها تخفي عن كيرتو الحقيقه، حكى عليه يعني انها بتكون انطردت من الفريق زيه، ما بتكونش حابه انها تورط نفسها في اي مشاكل. ما بقى كيرتو بيبدا بقى انه يتكلم معاها بيكون باين عليه ان هو بيكون حزين ليها لانها بتكون اتطردت هي كمان من فريق النبي التنين المتوهج، وكان نفسه في يوم من الايام يرجع تاني للحزب ده. وهي بتقول له يا معلم هو انت مصر ترجع الحزب ده تاني ليه اصلا؟ بيعرفوا ان هو بيكون مدين بحاجات كتيره جدا لغون لان هو بيحترمه بشكل كبير. بقى ان البت دي بتبدا بقى انها تضحك ضحكه خبيثه، ومن الواضح كده انها عايزه تستغل كيرتو في حاجات معينه. بقول لك ايه، بما انك يعني رايح للنقابه فانت اكيد بتدور على شغل صح؟ بقول لها مظبوط، وبتقول له خلاص يا معلم عرف واحد عنده ورشه بيواجه نقص كبير في عدد العمال، بقى صديقي ان انت تروح عشان تبدا ان انت تساعده. بقى بيكون متردد بيقول لها بتفتكر ان انا فعلا هكون مفيد ليهم مع الرغم ان في 15 حرفي هناك؟ بتقرب منه بتقول له يا اسطى لا تقلق انت بس خليك واثق في قدراتك. فعلا بتشوف ان كيرتو بيقرب انه يوافق وبتقول له طالما كده معلم خد الخريطه ديت هتساعدك ان انت توصل لهناك. لما بيسيبها ونمشي بنعرف بقى ان البنت ديت بتكون عارفه الحقيقه كامله عن كيرتو، بيكونش شخص عادي بل هو بيكون متدرب تحت ايد الحكيم العظيم. بالنسبه بقى الورشه اللي هي بتكون قالت له عليها فهي ورشه بتكون متخصصه في صناعه الاسلحه والادوات السحريه اللي بتكون بتتباع. بالنسبه بقى للشخص اللي بيكون مسؤول عن الورشه ديت بيكون قادر ان هو يحصل على تصريح من العائله الملكيه مباشره، بيكون معروف باسمه معلم الحرفيين، يمتلك الحق في التطوير والتوزيع في اي مكان. كيرتو بقى بيكون متفاجئ من كل المعلومات اللي بيكون عارفها من خلال الورقه اللي بيكون اديتها له. بقى بيوصل للمكان فهو بيكون متفاجئ وبيسال نفسه هل هو فعلا ده المكان الحقيقي؟ بيكون باين عليه ان هو بيكون بيت شخص عادي جدا. ومن كده بيخبط على الباب واللي بتفتح له بتكون بنت صغيره من الالف، اللي بيخلي كيرتو بيكون متفاجئ بيقول ثواني كده هي دي معلمه الحرفيين ولا ايه الدنيا؟ بقى ان كيرتو بيبدا بقى يعرف عن نفسه وبيسالها لو كانت هي معلمه الحرفيين، لكن هي بتقول له لا انا يا دوبك المساعده بتاعته وبيكون اسمها ميشيل. بقى بيبدا يعرفها ان هو بيكون جه هنا بالمكان بتوصيه من باندا، ولما ميشيل بتسمع الكلام ده فبتكون متاكده ان اخيرا بيكون في شخص جه هنا عشان يساعدهم، لدرجه انها بتشده من ايده وبتقرب انها تدخله للبيت. يفضلوا بقى يمشوا لغايه تقريبا ما بيخشوا المطبخ وبنشوف ان الريحه بتكون فظيعه جدا. هي بتعتذر وبتقول له بص انا بطلب منك دلوقتي ان انت تساعدنا في تنظيف الفوضى دي كلها، تقريبا اخر مره بيكون اتنظف فيها من 3 اسابيع فاتوا. هنا اخيرا بيفهم ان هو بيكون جه هنا المكان عشان يساعدهم يا دوبك في الاعمال المنزليه مش يساعدهم في الاعمال الخاصه بالورشه. لما بيكونوا واقفين بنشوف ان في واحد بيبدا بقى انه يندى على ميشيل وبتبدا بقى انها تعتذر منه لانها لازم تمشي دلوقتي. مجرد ما بتمشي بنشوف ان كيرتو بيبدا بقى انه يستأنف العمل وقت قياسي جدا، بيقدر نوجع المطبخ ده زي ما كان على سنجة 10. كل اللي عمله ده يا دوبك في 30 دقيقه بس. بيخلي كيرتو ان هو بيكون مستغرب ويبدا بقى يسال نفسه طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ لو ما خانتش الذاكره فالمفروض ان ميشيل مشيت في الاتجاه ده. وبيبدا بقى انه يتمشى صديقي لغايه ما بيوصل لغرفه وبيبدا بقى انه يخبط عليها واللي موجوده جوه بتسمح له ان هو يدخل. لما بقى بيدخل هنا بتكون المفاجاه ان بيقابل بنت شعرها بيكون طويل، وهي بقى اول ما بتشوفه بتكون مستغربه منه جدا. لما بيشوفها بيكون محرج جدا وبيبدا بقى انه يعتذر لها لان هو ده اول يوم شغل ليه. بتقول له انا كده فهمت، لو انت بتدور على ايفيليا فهي دلوقتي
موجوده في الطابق اللي تحت. ده بقى انه يشكرها، ولكن مره واحده بيلاحظ ان في علامه غريبه بتكون موجوده على بطنها. البنت دي بتبدا انها تتكلم معاه وبتقول له للاسف دي بتكون لعنه اتصابت بيها. رغم ان كيرتو بيكون متفاجئ، ولكن بتشوف ان هو بيطلب منها طلب غريب ان هو عايز يقرب من اللعنه ديت عشان عايز يفحصها بعنايه. البنت ديت ما بيكونش عندها اي مانع وفعلا بتسمح له ان هو يلمسها. لما بقى بيبدا ان هو يلمس اللعنه بيتاكد انها ما فيش اي حاجه بتألمها، فبيتاكد ان اللعنه دي بتكون انتشر في جسمها بشكل كبير لدرجه انها ما بقتش تحس بالالم اصلا. تيجي كده فاكيد اعضائها الداخليه بدات انها تتضرر بشكل كبير. ده بقى يتساءل هو لو عمل لها اكله كده معينه ممكن تعمل لها حاجه. مره واحده بيبدا بقى انه يسمع عصفور بطنها بتبدا بقى انها تصوصو، اللي بيخلي البت ديت بتكون محرجه جدا. ولكن كيرتو بيكون مبسوط ان البت ديت لسه بتكون عندها شهيه، وعشان كده بيعرفها ان هو يعمل لها شويه اكل كده خفيف. بنشوف ان العبيط بتاعنا بيرجع تاني المطبخ، واخيرا بيدرك ان هو كان واقف قدام واحده مسلطه مملطه حرفيا. طول تفكيره في الموضوع بنشوف ان هو بيتكعبل وبيقع على الارض. لكن ما علينا بنسيبها دلوقتي خالص وبنروح للمغامره شيلو. بنشوف انها بتكون واقفه مع التاجره وبتبدا بقى تسالها البتاع دي هتساوي كام بالظبط. تقول لها في الغالب كده تقريبا 50,000 عمله ذهبيه. المبلغ ده كله طبعا بيضم الميسل وكمان الاحجار الكريمه اللي كيرتو بيكون قدر يجمعها. اخيرا يا صديقي بنقدر نتعرف على التاجره ديت اللي بالمناسبه بيكون اسمها ميميكو. كيرتو بتبدا بقى تسالها تفتكر الاخبار ديت لو بدات انها تنتشر في المملكه ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. ميميكو بقى بتقول لها في الغالب الواد ده لو كان محظوظ فهيتم اختطافه، لكن احب اكد لك ان في غالب الاحيان هيتم اغتياله. وهنا بقى بتكون في قمه الاندهاش، ازاي واحد زي ده كان مستخبي طول الفتره اللي فاتت ديت. كيرتو بقى بتقول لها صحيح الولد ده بيكون تم طرده من نبي التنين المتوهج في اخر فتره. وبقى بتكون مندهش لان القائد الفريق ده اصلا دلوقتي بيكون مطلوب. لكن بغض النظر عن كل ده هو انت ناويه تعملي معاه ايه بالظبط الفتره الجايه؟ بقى بتقول لها في الغالب انا هعمل ان هو يكون واحد من معلمين الحرفيين. اول ما يوصل للمنصب ده فحاولوا نقنعه ان انا اكون الحارس الشخصيه بتاعته. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي ازاي هقدر اقنعه ان هو ياخد المنصب ده على الرغم من كل القدرات اللي هو بيمتلكها، ولكن هو مش مدرك قيمه نفسه. بنسيبهم دلوقتي خالص صديقي وبنرجع بقى تاني عند كيرتو وبنشوف ان هو بيكون عمال بيعمل كده وجبه خفيفه. لكن مره واحده بنشوف ان صاحبه المنزل بتخش عليه وميشيل بتكون معاها. الاثنين دول هنا بيقفوا من الصدمه لانهم ما كانوش متخيلين ان المطبخ ده ممكن يتنضف للدرجه دي اصلا. بقى بيبدا انه يتكلم مع الست دي وبيبدا بقى يسالها هو انت اوفيليا ولا ايه الدنيا؟ بقى بتقول له مظبوط. ونشوف بقى ان كيرتو بيبدا بقى انه يعتذر منها لان هو بيكون استعمل المطبخ ده بدون اذنها. ما بقى بتاخد بص على الاكل اللي هو بيعمله بتلاقي انه بيكون عمل شوربه. بقى تساله هو انت عملته لمين بالظبط؟ بقول لها ما فيش، البت اللي هي موجوده في الغرفه اللي هناك دي تحس بالجوع ففي الغالب هي تقدر تشربه. اوفيليا بتقرب منه بتقول له بص انت ما ينفعش ان انت تتكلم مع اي حد عن البت ديت مره ثانيه. جميل ان هو يوعدها ان هو ما بينطقش باي حرف عنها. يعني كيرتو بيكون خلص كل اللي وراه بيبدا بقى يسالها هو انا المفروض اعمل حاجه ثانيه ولا لا؟ بتقول له اللي انت عملته النهارده بيكون كافي جدا. يطلب بقى منه انه يرجع في ثاني يوم في نفس الميعاد. بقى بيشوف المبلغ اللي هو بيكون خده منها بيكون متفاجئ لان هو بيكون مبلغ كبير بالنسبه له. يعني بتقول له اكيد انت تستاهل لانك ما كنتش اشتغلت بجد وباجتهاد النهارده. بعد ما بيمشي بنشوف ان فيليا بتكون مستغربه جدا انها بتكون سمحت للشخص ده ان يمشي مع الرغم ان هو بيكون متواصل مع البت اللي موجوده جوه. بس ما علينا بقى بنشوف ان فيليا بتقرب انها تاخد الحساء اللي كيرتو بيكون عامله عشان توديه للبت ديت. حذرها انها تبص من الشباك مره ثانيه لان الوضع هيكون خطير جدا لو في اي حد بيكون شافها. ولما البت ديت بتبدا بقى انها تشم ريحه الاكل فبيبان عليها انها بتكون جعانه جدا. بقى بتقول لها بقول لك ايه استني كده لما ادوق، لكن هي بتقول لها مفيش داعي الكلام دي، متاكده ان الفتى ده بيكون طيب ومش هيضرني في اي حاجه. رغم انها ما بتكونش عارفه مين اللي بيكون القى عليها اللعنه ديت، وبسبب بقى كده ما عندهاش الثقه في اي حد. النهارده جالها حدث غريب انها فعلا ممكن تثق في كيرتو لو حتى لو مره واحده. فيليا لما بتسمع الكلام ده بتكون متاثره جدا وفعلا بتسمح لها انها تاكل الاكل ده زي ما هي بتكون عاوزه. لما البت ديت بتبدا بقى انها تاكل بتبدا بقى انها تحس ان في حاجه كده غريبه بتبدا بقى انها تحصل في جسمها كده انها بتختنق وبتقع على الارض. وبالمناسبه يا صديقي البت ديت بيكون اسمها ليزا. فيليا بتبدا بقى انها تلوم نفسها لان في الغالب الحساء ده كان مسموم. تعهد ان هي اول ما تشوف كيرتو هتنسفه من على وش الارض. بقى انها تسيبها عشان تروح تجيب لها ترياق في اسرع وقت ممكن. بتتفاجئ ان ليزا بتقوم وبتقف وكأن مفيش اي حاجه بتكون حصلت فيها. هنا بتكون الصدمه يا صديقي ان اول ما بتكشف عن جسمها بنشوف ان اللعنه بتكون اختفت تماما. اللي بيخلي اوفيليا انها بتكون مصدومه وفي حيره من امرها لان استحاله حد يقدر يعمل الكلام ده. اللعنه اللي موجوده في جسمها دي بقى لها فتره طويله جدا من الزمن، مش اي حد يقدر ان هو يشيلها بالسهوله دي. بعد كده بقى بيتنقل بين المشهد عند الشخص اللي بيكون رمى اللعنه. بيبدا بقى انه يعتذر من شخص اللي هو ما كانش متخيل في يوم من الايام اللعنه اللي هو بيكون حاطها على البت ديت ممكن انها تتكسر. ده بقى انه يتوعد ليه ان هو هيعمل لعنه جديده، ولكن الجدع ده بيقول له مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، انا قررت خلاص ان انا هلجأ لاسلوب جديد. في كلتا الاحوال لازم ليزا تموت في اسرع وقت ممكن. نهايه اليوم بقى صديقي بنروح بقى لمتجر ميميكو وبنشوف ان اوفيليا بتكون وصلت لعندهم. بقى بتكون متفاجئه انها بتكون جت بنفسها لمكان زي ده. ما بتعرف ان اوفيليا هتبدا انها تتكلم في موضوع مهم منها ان شيرتو بتكون شخص موثوق فيه وتقدر انها تتكلم قدامها براحتها. اوفيليا اول ما بتسمع اسم شيرتو فبتعرف انها كانت شغاله في يوم من الايام تحت امره العائله الملكيه. كده بقى بنشوف ان البت اللي بتكون جنبها بتبدا بقى انها تكشف عن هويتها. الاثنين دول اول ما بيشوفوها بيبداوا ان هم يركعوا قدامها، وبنعرف بقى ان ليزا دي بتكون الاميره الثالثه للمملكه. بيكونوا بقى مستغربين جدا لان هم بيكونوا سمعوا ان الاميره ليزا بتكون مريضه جدا والمفروض انها يعني تكون تعبانه، ولكن من الواضح لانها بتكون زي الفل. اوفيليا بتبدا انها تشرح لهم الموضوع ان ليزا ما كانتش مريضه بل هي كانت محطوطه تحت تاثير لعنه قويه جدا، وديت في الغالب كانت محاوله اغتيال. وبنعرف كمان انها بتكون الابنه الوحيده للعائله الملكيه. اخواتها اللي بيكونوا اتولدوا قبلها للاسف ماتوا في ظروف غامضه. فهموا هنا ان في شخص بيكون عايز ان هو يدمر العائله الملكيه باي ثمن. تبدا تعرفوا ان ده كله بدا يحصل بعد ما انتهت الحرب ما بينهم وما بين المدن الشماليه. هنا بكون متاكده ان الشخص اللي بيكون رمى اللعنه دي بيكون عايز انه يشعل
الصراع من جديد. وبنشوف بقى ان ميميكو بتقرب من ليزا وبتبدا بقى تطمن عليها لانها كانت صديقتها من الطفوله. تبدا تسالها اللعنه اللي كانت عليكي فعلا كانت قويه، فعلا دلوقتي مندهشه ان انت بتكوني قدرتي تكسريها. ليزا بقى بتعرفها انها بتكون قدرت تكسر اللعنه دي بفضل شخص معين بيكون اسمه كيريتو. الاثنين دول اول ما بيسمعوا اسم كيريتو يا معلم هنا بتكون معالم الدهشه بتكون باينه على وشهم. ولما بقى بيقعدوا مع بعض وليش بتقول لهم ثواني كده عشان افهم صح، يعني كيريتو لما راح لك عمل لك حساء وانت شربتيه اللعنه عليكي اتفكت صح؟ وبتقول لها مظبوط، وهي بقى بتقول نفسها احي يا ابني انا سبتك كام ساعه اللي انت عملته ده بالظبط. وبقى بتقول لهم على ما اظن كده الشخص اللي بيكون حاطط اللعنه ديت فالمفروض ان هو يكون له صله باي شخص او هو ذات نفسه بيتعامل مع اللعنات، او مش كده وبس، لا هو بيكون عنده صله كبيره بالقصر الملكي. نظرا بقى لكل ده فالمفروض ان احنا نشتبه في 3 اشخاص. اول بقى واحد هو بيكون سانفو الجنرال الاول لقوات الاستطلاع الملكيه. اما بقى بالنسبه للشخص الثاني فهو بيكون منولف الشخص المسؤول عن الكنيسه. اما بالنسبه للشخص الثالث فبيكون اسيدرا الزوجه الثالثه لجلاله الملك. اللي بقى بتقول لهم على ما اظن تراستم بيكون عنده القدره ان هو يستخدم اتباعه يتلاعب بيهم لغايه ما يقدر ان هو يوصل لغرفه ليزا. وكمان ليزا بتبدا تعرفهم ان زوجة الملك بتقدر انها تتحرك في القصر الملكي بكل اريحيه، يعني عندها القدره انها تتلاعب فيه زي ما هي بتكون عاوزه. لكن برضو الموضوع ده مش هيكون مستحيل بالنسبه لسنوفا. بقى بتقول لها فعلا انت عندك حق، لان الشخص ده بيكون عنده صله كبيره بنقابه اللصوص، بيكون عندهم خبره كبيره جدا في جمع المعلومات. في الغالب هم ليهم اشخاص جوه القصر الملكي. اللي هنا بقى بتقول لهم من الواضح كده ان الموضوع ده هيكون صعب جدا عشان نحدد المذنب واللي عمل الموضوع ده، من كده هيضطروا ان هم ينصبوا شويه فخاخ. هم بقى بيكونوا مستغربين ومش فاهمين هي هتعمل ايه بالظبط. وبتبدا بتعرفهم ان الانسه ليز دلوقتي بتكون احتفلت بعيد ميلادها ال15 عن دلوقتي اصبحت بالغه. انتوا عارفين ان التقليد انها لازم تتدرب لمده عام. فاللي بتبدا تعرفوا ان هم اول حاجه لازم يعملوها ينشئوا ورشه للفنانين، ولكن الورشه ديت هتكون وهميه. هناك بقى ليزا هتاخد المساحه الكافيه عشان تقدر تتدرب فيها بكل اريحيه. ساعتها بقى الشخص المذنب اللي بيحاول بقى ان هو يختل الانسه ليزا باي طريقه يحاول بقى ان هو يجمع عنها اكبر كم من المعلومات بقى ممكن، وبتفهم ان اوفيليا بيكون قصدها ايه بالظبط. الشخص المذنب اللي موجود فعلا في القصر الملكي فهيقدر ان هو يجمع المعلومات في اسرع وقت ممكن. في حاله لو هو مش موجود في القصر الملكي فهيقعد لفتره طويله يجمع في المعلومات. بتقول لهم مظبوطه، ولكن عشان نقدر ان احنا نعمل الحوار ده فهنحتاج شخص ندربه بشكل كبير عشان يتم الاعتراف بيه كمعلم للحرفيين. ولكن هنا ميميكو بتطلع لها حجر سحري. يبقى اوفيليا بتبدا بقى انها تمسك الحجر ده وبتبدا بقى انها تفحصه وبتكون منبهره منه جدا، وبتبدا تساله هو انت حصلت على الحجر ده منين بالظبط؟ شباب بترد عليها وبتقول لها ان كيرتو هو اللي بيكون صانع الحجر ده بكل بساطه. اللي بيخلي اوفيليا انها بتكون في قمه الصدمه. اما بقى بالنسبه للبنت العبيطه ديت فبتكون في قمه الانشكاح. سيبهم بقى خالص. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كيرتو بيقرر بقى انه يروح للورشه الخاصه باوفيليا، ولكن بيتفاجئ انها بتكون مغلقه. لما بيكون واقف بنشوف ان ميشيل بتكون وصلت لعنده، وكيرتو بقى بيبدا يسالها هو ليه المكان مقفول. وميشيل بتبدا تعرفه ان المعلمه اوفيليا بتكون خدت ليزا بعد ما انت خرجت بشويه، وخرجوا المكان هي لغايه دلوقتي ما تعرفش عنهم اي حاجه. للاسف ما فيش اي حاجه تقدر ان انت تساعدنا فيها النهارده. كيرتو هنا بيتفهم الموقف وبيقرر انه يسيبها ويمشي، ولكن بيكون باين عليه الاحباط. طب انا بتساءل طب يا جدعان طب انا عملت حاجه غلط امبارح، طب انا زعلتهم في ايه؟ طب انا هو بيكونش كل اي حاجه. بيقرر انه يروح يفطر في احد المطاعم، واثناء ما بيكون قاعد بيلاقي ان شويه مغامرين بيكونوا عمالين بيتخانقوا مع بعض. باين عليهم ان هم بيكونوا مستعجلين ولازم ان هم يسلموا حاجه معينه النهارده. الضخم ده بيقول لهم ان للاسف ما فيش اي حاجه في ايدينا، ان الطبيب قال لنا ان هي لازم ترتاح على الاقل لمده اسبوع. اما ان هم بيكونوا بيتكلموا عن الحامل بتاعهم ان هو بيكون مصاب ومش هيقدروا ان هم ياخدوا اي مهمه. كانت بيواجههم مشكله ان هم مش هيقدروا ان هم يدفعوا رسوم الرفض لانها بتكون باهظه الثمن، ولازم بقى ان هم يقوموا بالمهمه دي باي شكل. كل ده كمان ما عندهمش الوقت الكافي عشان يدوروا على شخص جديد ينضم للفريق بتاعهم. بقى صديقي اللي بيسمع الكلام ده كله ايوه هو بيكون كيرتو نفسه، ان المهمه دي بتكون مناسبه ليها بشكل كبير. يقرب ان هو يقرب منهم بيقول لهم بقول لكم ايه، لو انتوا فعلا محتاجين حمل الامتعه بتاعتكم فانا اظن ان انا بكون الشخص المناسب. لكن ما تتوقعوش مني كتير لان انا بكون سيء جدا في اي قتال، لكن المتاكد منه ان هكون مفيد لكم بشكل كبير في حمل الامتعه. لكن البنت ديت اول ما بتشوف ان هو بيكون شخص هزيل بتقول له انه صعلوك زيك ما ينفعش ان هو يقلل من قيمه المغامرين، وفوق كل ده كمان انت مش هتقدر على مهمات الحامل. لكن الشخص الضخم ده بيديها باليد فوق دماغها وبيقول لها بقول لك اسكت الله يبارك لك. ده بقى انه هيتاسف لكيرتو وبيقول له انت حاله صغيره انت تاخد برضه على كلامها ولا ايه؟ لكن برضه في جزء من كلامها صح، لان اي غول حجري احنا بنصطاده بيكون حجمه 200 كيلو جرام، وعشان كده احنا محتاجين شخص عنده المهارات الكافيه عشان يقدر يشيل حاجات شبه دي. كنت بقول له 200 كيلو بس ده سهل وبسيط يا جدعان، يعني لو قدرت ان اشيل قدامكم 200 كيلو هتقدروا ان انتوا تاخدوني معاكم الفريق بتاعكم. مش بيستنى ردهم يا معلم، وبيقرب من واحد منهم وبيجرب بقى ان هو يشيله على كتافه حرفيا. ولو فاكر ان هو بيكون استكفى بكده تبقى غلطان عزيزي الاسبرتاوي، لانه بيقرر بقى ان هو يقرب من الجدع اللي بيكون مرتدي الدرع ده. يقول له يا ابني اهدى انا تقريبا معدي ال 150 كيلو لوحدي. لكن كيرتو ما بيكونش مهتم بكلامه خالص، وبيقرر بقى ان هو يشيله هو الثاني على كتافه. بقى اللي هو بيكون عامله بنشوف ان كل الموجودين بيكونوا منبهرين بيه جدا وبيبداوا ان هم يسقفوا له. بسبب الاستعراض اللطيف اللي كيرتو بيكون عامله بيقرر بالفعل ان هم يقبلوه معاه في الفريق. الحارب ده بيبدا بقى انه يعرف عن نفسه وبيكون اسمه كانسل، تخصصه في استعمال الاسلحه الثقيله. اما بقى بالنسبه للشخص الثاني فبيكون اسمه دانزو وبيكون ساموراي. عرف كمان ان هو بيكون القائد الخاص بالفريق وكمان قائد الحزب. اخيرا وليس اخرا هذه الفتاه اللي بيكون اسمها سينا، وبنعرف بقى انها بتكون الحارسه. رسميا يا صديقي بنشوف ان كيرتو بيكون اصبح جزء من الفريق بتاعهم، وبسبب
ساب بقى كده بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا ان هو اخيرا بيكون لها شغل. بقى بيبدا بقى ان هو يتكلم مع كيرتو بيقول له ان انت ما تفرحش يعني كتير لان احنا اصلا عندنا حامل متخصص وهيجيب لمده اسبوع. لما انت عارف ان الفريق اخره 4 اعضاء يعني انت بتكون حامل مؤقت. لكن مع الرغم من كده بنشوف ان كيرتو بيبدا بقى ان هو يشكرهم لان هو بيكون وافقوا ان هم ياخدوه معاه في الفريق حتى لو كان بشكل مؤقت. بقى الموقف اللي هو بيكون عامله ده بنشوف ان هم بيضحكوا وهنا بقى بيبداوا ان هم يهزروا معاه وكيرتو بيتاكد ان هم بيكونوا عباره عن شويه مغامرين لطفاء. كده بيبداوا ان هم يتمشوا في الغابه لغايه ما اخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا لاحد الكهوف. واثناء ما هم بيكونوا في الطريق بنشوف ان كيرتو بيكون عالق في حاجه. فبقى بيبص له بيلاقي ان كيرتو بيكون رجله بتكون علقت في واحده من السلايم والبت دي بتقول له يا ابني استرجل انت لو قدرت ان انت تكسر النواه بتاعته فهتقدر ان انت تهزمه. بقى بنشوف ان كيرتو بيتشجع وبيطلع الخنجر بتاعه وبيحاول بقى انه يخلص على هذا السلايم ولكن للاسف ما بيكونش عارف وبالغلط بنشوف ان هو بيجرح نفسه. كده بتقول له يا ابن العبيط ايه اللي انت نيلته ده وبتاخد منه الخنجر وبتقدر انها تخلص على السلايم ده بضربه واحده. اي نعم ان انت قلت لنا ان انت بتكون سيء في القتال ولكن يعني مش للدرجه دي ان انت مش قادر تهزم سلايم ضعيف هالفود. هنا بقى بنشوف ان المحارب يبدا بقى انه يتكلم مع كيرتو وبيطمنه وبيقول له من الناحيه دي يا صديقي لا تقلق اي حاجه متخصصه في قتال الوحوش سيبها علينا وكل المطلوب منك ان انت تجمع الاشياء المهمه وتخليك دايما في امان. سبه كده بنشوف ان كيرتو بيكون متفاجئ جدا ان هم بيكونش غضبانين بسبب اللي هو بيكون عمله مقارنه بالحزب القديم بتاعه فهم كانوا بيعاملوه اوسخ معامله لدرجه ان عينيه بتبدا بقى انها تتغرغر وبيبدا بقى انه يبكي قدامهم. دي بتقول مالك يا ابني فيك ايه هو انت بتشعر بالالم لهذه الدرجه؟ كيرتو بيقول لهم لا يا رجاله انا زي الفل انتوا بس طيبين زياده عن اللزوم. بعد كده بقى بيكملوا طريقهم لغايه ما بيخشوا الكهف وبيسيبوا بقى كيرتو موجود في الصفوف الخلفيه عشان يكون في امان. بالنسبه للبنت دي فبتطلع الطحالب المضيئه وبتبدا بقى انها تنشر في المكان عشان يقدروا ان هم يشوفوا كويس. بالنسبه بقى لصاحبنا بيبدا بقى انه يتمشى لغايه ما بيشوف ان في حاجه كده غريبه. دي بتبدا تعرفوا ان البتاع ده بيكون عباره عن براز لشويه عفاريت. بقى بالله ثواني كده افهم منك ان الكهف ده بيكون متواجد فيه عفاريت. تقول له اهو دي حاجه كويسه جدا لان هم على ما اظن كده ما زالوا موجودين في المكان. بقى المحارب ده بيشوف ان كيرتو بيكون قلقان بيبدا بقى انه يطمنه بيقول له يا اسطى لا تقلق احنا نقدر نخلص على كل العفاريت بكل سهوله. لكن خلي بالك في حاله لو احنا واجهنا مجموعه كبيره من العفاريت فلازم ان احنا نهرب من المكان فورا. لما بيتعمقوا اكتر واكتر في الكهف بيتفاجئوا ان هو بيبدا يتحول لحاجه اشبه للاطلال. اثناء بيكونوا بيتمشوا وكيرتو بيلاحظ ان في حاجه كده موجوده في الجدار ولكن بيقطع تفكيره البت ديت وهي عماله بتصيح ان في واحد من العفاريت بيكون موجود قدامهم. لكن ما بيلحقش يعمل معاهم اي حاجه لان البت ديت بتنشأ فيه الخنجر. اما بقى بالنسبه للساموراي فبيركبوا احلى شلاحه. بالنسبه للفريق لما بيتجمع حوالين جثه الجوبلين ده فهم بقى بيكونوا متخوفين من حاجه ان هو ممكن يكون نده لبقيه رفاقه. وقبل ما بيتقدموا بيبداوا بقى ان هم يسمعوا مجموعه من اصوات الجوبلين. ده بقى اللي بيخليهم ان هم بيكونوا مصدومين لان ده بيدل ان في مستعمر الغلام موجوده في المكان. الصدمات بقى تتوالى لان هم بيكونوش جايين من المكان ده لا كمان جايين من المدخل. كده اصبحوا محاصرين من كل مكان ومش عارفين هم يعملوا ايه بالظبط. ما يكونش قدامهم غير خيار واحد ان هم لازم يقاتلوا ويثبتوا انفسهم. البنت دي بتقول لهم انتوا بتقولوا يا جدعان احنا ملناش فرصه قدامهم اصلا. لكن قبل ما بيتكلموا بنشوف ان كيرتو بيقطعهم بيقول لهم يا جدعان في ممر سري موجود قدامي هنا. بالفعل بيقدر ان هو يفتح قدامهم الممر السري ولكن هم بيكونوا متخوفين ولكن ما بيكونش قدامهم اي خيار تاني. بعد ما كيرتو بيدخل للمكان بنشوف ان سينا بتخش وراه وهنا بقى بتكون الصدمه انها بتقفل الباب وراه. والمحارب ده بيبدا بقى انه يتكلم مع كيرتو من بره وبيقول له بص كده يا صاحبي مستحيل ان احنا نقدر نلاقي المخرج وكل العفاريت دي بتجري ورانا عشان كده مهمتك ان انت لازم تلاقي المخرج. اما بقى بالنسبه لينا احنا هنحاول نقتل اكبر عدد منهم وكمان نعطلهم بقدر المستطاع. لكن كيرتو بيكون رافض الكلام ده وبيكون حابب ان هو ينضم للقتال ولكن سينا بتقول له انت عبيط يا ابني انت اصلا مش قادر تهزم سلايم هتهزم واحد من الجوبلين ولو تنيتك معاهم فانت هتكون بمثابه عائق ليهم بس مش اكتر. بقى كيرتو بيفهم انها بتكون عندها حق لانها بتكون اكتر واحده عايزه تقف جنب اخوها وتقاتل معاه حتى النهايه. بقى بنشوف ان المحارب ده بيبدا بقى انه يتكلم مع كيرتو وبيطلب منه ان هما الاثنين دول ما يتخانقوش مع بعض ويهتم بسينا على قدر المستطاع. بيبدا بقى انه يتكلم مع الساموراي ده اللي هو بيكون حاسس بالندم على اللي هو بيكون عمله لكن هو بيقول له على العكس تماما يا صاحبي احنا من امتى بنندم على حاجه عملناها مع بعض. المحارب بيقول له ان انت فعلا عندك حق لان انا حتى لو مت في سبيل ان انا بحمي اختي الصغيره فده بالنسبه لي شرف عظيم. والساموراي بيقول له ان انت فعلا عندك حق لان الموت في سبيل ان احنا نحمي اصدقائنا فده بيكون شرف عظيم ليا. بالنسبه بقى لكيرتو لما بيسمع الكلام ده فبيكون متاثر جدا لانه بيكون متاكد ان اللي بره دول بيكونوا اعتبروه فعلا صديقهم وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون حزين ان هو فعلا مش قادر يعمل لهم اي حاجه. لكن الاخت الصغيره بتطمنه وبتقول له انا متاكده ان اخويا الكبير وكمان الساموراي هيقدروا ان هم ينجوا بحياتهم عشان كده لازم ان احنا نتحرك. واول بقى حاجه بتعملها انها بتنشر الفطر المضيء حواليهم في كل مكان. مجرد ما المكان بيضيء هنا بقى بتكون الصدمه بالنسبه لهم ان الغرفه اللي هم بيكونوا دخلوها بيكون خاصه لغول تنين حديدي عملاق. بنسيبهم بقى دلوقتي خالص وبنرجع بقى تاني المدينه وبنشوف ان اشيليا بتكون واخده الاميره عند البيت الخاص بكيرتو. اللي بقى بتقول لها بقول لك ايه اهم حاجه ان انت لازم تخفي هويتك ان انت فعلا بتكوني اميره عن كيرتو نهائيا وما ينفعش ان هو يعرف عنك اي حاجه. بقى بتقول لها اكيد طبعا يا اسطى انا بقى بالنسبه لكيرتو فعباره عن امراه عاديه جدا. انت كمان مش كل شويه يعني تناديني بالاميره الاميره الاميره ناديني من هنا ورايح ليزا وخلاص. اللي بقى بتقول لها خلاص قشطه من النهارده برضو انت تناديني باسم اشيليا بس. شويه بنشوف ان هم بيطلعوا الغرفه الخاصه بكيرتو ولكن بيتفاجئوا انه ما بيكونش موجود في المكان. ولكن البنت دي بتقول لهم لو انتوا فعلا بتدوروا على كيرتو فهو دلوقتي بيكون موجود في الكهف الشمالي. هو بيكون انضم في مهمه جديده مع حزب المغامرين ساكورا. لان بقى بيكون متفاجئ لان ما بيكونش عارفه مين اللي بيكون
بيكون يتكلم معاهم لما بقى بتخرج من الغرفه ما بتلاقيش البنت اللي كانت بتتكلم معاهم. طبعا بتتكلم مع نفسها وبتقول ثواني كده، يعني كيرتو المفروض ان هو دلوقتي موجود في الكهف الشمالي. اذا بقى لما تقرب منها بتقول لها على ما اظن كده المفروض ان ده بيكون فخ. فعلا كيرتو بيكون راح للكهف ده، هيكون الوضع بيكون خطير جدا بالنسبه له لان العفريت اللي بتكون نجت راحت لهناك. تقرب بقى من ليزا وبتطلب بقى منها انها تنيها هنا في الغرفه لغايه ما تروح تدور على كيرتو تعرف هل هو فعلا بيكون راح للكهف ده ولا لا. لكن ليزا بتكون رافضه تماما انها تنيها هنا في المكان وبتقرر بقى انها تروح معاها. بتقول لها يا ست ما ينفعش، وهي بتقول له برده ما ينفعش ان انت تسيب الشخص اللي بتحرسيه في مكان زي ده لوحده. ما بيكونش قدامها اي خيار تاني غير انها بالفعل تاخدها معاها، ولكن بيكون عندها شرط انها ما تتفرقش عنها نهائيا. ليزا بقى بتقولها من الناحيه ديت يا ستي اطمني انا صديقي بنشوف الاثنين وبيقرروا ان هم يتحركوا مع بعض عشان يروحوا للكهف الشمالي. ولما بقى بيوصلوا هناك بيتفاجئوا ان الكهف بيكون مضيء باستخدام الطحالب، ومن الواضح كده ان في حد كان موجود هنا. ليزا بتاخد بص على اثار الاقدام بتتاكد فعلا ان كيرتو كان موجود هنا. كل ده كمان بتعرف المكان اللي هو بيكون يتمشى فيه وبتبدا بقى تتبع اثره. بيقدروا ان هم يوصلوا لبدايه الاطلال وبتلاحظ بقى ان اثار كيرتو بدات انها تختفي. عشان كده بنشوف ان الاميره ليزا بتقرر انها تستعمل احد مهاراتها السحريه عشان تقدر انها تعزز من حواسها السمعيه وكمانها البصريه. مقشوليا بتبص عليها بتلاقي انها بتكون عماله تتصرف بعبط لغايه ما بتوصل لاحد الجدران وتلاقي في الغالب ان كيرتو موجود في المكان ده، اللي بيخلي اوشيليا انها بتكون مستغربه ازاي ليزا بتكون عندها القدره انها تتبع رائحه كيرتو كده. يمكن الاثنين دول بيكونوا في علاقه غراميه مع بعض والبتاع دي وهم حافظين ريحه بعض، اللي بيخليها بتكون محرجه جدا. ولكن ليزا بتقاطع تفكيرها وبتقول لها ان في ناس بتكون عماله تقاتل قدامنا. اوشيليا بتقرب منها بتحس ان فعلا في ناس بتكون عماله بتقاتل جوه وبتطلب بقى من ليزا انها تنيها هنا في المكان. قبل ما بتتحرك بنشوف ان ليزا بتكون استعملت عليها تعويذه لتعزيز قدراتها القتاليه. بقى بندخل جوه صديقي بنشوف ان المحارب والساموراي بيكونوا محاصرين بعدد كبير جدا من الجوبلين ده عالمين. بنشوف ان اوشيليا بتكون وصلت للمكان وبتبدا بقى نطيح فيهم واحد ورا الثاني. نسيبهم خالص دلوقتي يا صديقي وبنرجع تاني عند كيرتو والبت دي وبنشوف انها بتكون محبطه فشخ وكانت بتتمنى انها كانت ترفض المهمه دي بدل ما تقبلها. كان على الاقل مفيش اي حد فيهم هيموت والمفروض كده ان هم يركبوا احلى شلاحه. ده كمان انها تعتذر من كيرتو لانها بتكون ورطته في مكان زي ده. تعرفوا ان عفاريت التنين الحديديه بتكون موجوده عشان تمنع اي حد يتسلل للمكان. فكرنا ان احنا نبدا نتحرك خطوه كمان للامام، ففي الغالب هم هيخلصوا علينا بدون اي رحمه. الواضح كده ان تضحيات اخي الكبير وكمان الساموراي هيروحوا هباء منصورا لانهم كانوا بيحاولوا يحمونا باي طريقه. لكن بنشوف ان كيرتو بيقرب منها وبيبدا بقى يطمنها وبيقول لها يا ستي انت مكبره ليه الموضوع؟ اما في الموضوع ان احنا نقدر نهرب من كل سهوله، ولو انت خايفه من شويه العفاريت دول فانا هروح اتعامل معاهم دلوقتي. بنشوف ان كيرتو بيستل الخنجر بتاعه وبيقرب من العفاريت دول. لما واحد منهم بيحاول ان هو يهجم عليه بالديل بتاعه بنشوف ان كيرتو بيكون اختفى من المكان وبيكون راكب على ظهره. الحاجه بيقرب انه يبدا بيها انه يفصل الديل بتاعه وفعلا بينجح في كده. البنت دي بتكون متلقحه على الارض وبتكون في قمه الاسبهلال من اللي كيرتو بيكون قدر يعمله. لما بقى التنين التاني بيحاول انه يهجم على كيرتو بنشوف ان هو بيكون طار وبيكون راكب على رقبته وبضربه واحده منه بس بيقدر ان هو يفصل رقبته عن جسمه. فاكر ان هو بيكون واقف لغايه هنا تبقى غلطان عايز الاسبرتاوي لان كيرتو بيقدر ان هو يفككهم واحد ورا الثاني كانه بيلعب مالتي ستيميشن. بقى بتكون متلقحه على الارض وبتكون عماله تتفرج على العظمه اللي كيرتو بيكون عمال يعملها وما بيكونش مصدقه عينيها. الطفل الورعي اللي ما كانش قادر يهزم سلايم من شويه بيكون عنده القدره انه يهزم التنانين العملاقه ديت لوحده. بعد لحظات بنشوف ان كيرتو بيكون نزل على الارض وبيقول على ما اظن كده نكون خلصنا عليهم بالكامل. هي بتبدا بقى تتكلم معاه وبتقول له هو انت عملت ايه بالظبط؟ كيرتو بيقول لها يا ستي انا قلت لك قبل كده انت مكبره الموضوع، انا بكون عندي القدره ان انا اتعامل مع العفاريت الحديديه ديت بكل سهوله. نفس الوقت بنشوف ان اوشيليا بتكون قدرت انها توصل للمدخل السري وبتكسره. تدخل بقى وبتبدا بقى انها تطمن عليهم. اما بقى بتقرب من البيت ديت عشان تفهم ايه اللي بيكون حصل له بالظبط. الواد الورع اللي قدامك ده قدر انه يخلص على التنين الحديديه ديت لوحده وكل واحد كان بياخد ضربه واحده بس. وطبعا بنشوف ان اوشيليا بتكون واقفه وبتكون في قمه الاسبهلال، واول ما بتشوف كيرتو بتبدا تقرب منه عشان تطمن عليه. كيرتو بقى بيقول لها انا زي الفل ولكن اهم حاجه دلوقتي انت لازم تروح تساعد الاثنين اللي بره دول. قرروا يضحوا بحياتهم في سبيل ان هم يحموني انا وهذه الفتاه. اوشيليا بتبدا بقى تطمنه وبتقول من الناحيه ديت يا صديقي لا تقلق الاثنين دلوقتي زي الفل ومتلقحين بره. ان هم بيكونوا مصابين بشويه خدوش ولكن هم زي الفل. كيرتو بقى بيبدا بقى انه يحمد ربنا ان هم بيكونوا زي الفل. واوشيليا بتبدا بقى انها تتكلم مع نفسها انها بتكون سمعت اسطوره ان في شخص بيكون عنده الرتبه جي في كل المهارات القتاليه، لكن في المقابل هو بيكون عنده موهبه نادره جدا وبيمتلك الرتبه اس في مهاره الحاصد. كان عنده القدره ان هو يستعمل منجل برونزي عشان يقدر ان هو يهزم التنانين الحديديه. لكن ثواني كده، هل فعلا الاسطوره ديت ممكن تكون حقيقيه اصلا؟ هنا بقى بنشوف ان ليزا بتقرب من كيرتو وبتكون معجبه بيه جدا وبتقول انت عملت ده عظمه ليه. شويه بنشوف ان الفريق بالكامل بيتجمع وبنشوف ان اوشيليا بتبدا تتكلم مع القائد بقى منه ازاي هم جم للمكان ده مع الرغم ان في عدد كبير جدا من العفاريت. المعارف ده بيقول لها للاسف احنا ما كانش عندنا معلومه ان في عفاريت بتكون هربت وجت للمكان ده. بقى كده فهو بيكون حاسس بالحزن، هو بيكون حاسس نفسه مثير للشفقه. الساموراي بيبدا بقى انه يتكلم مع اوشيليا بيقول لها ان احنا فعلا بنكون ممتنين ليكي وعلى اتم الاستعداد ان احنا نعمل اي حاجه لان احنا فعلا بنكون ممتنين ليكي بحياتنا. لكن هي بتقول لهم بصوا هو ده مش مهم بالنسبه لي ولكن في امور كده لازم نناقشها مع بعض قبل ما نرجع. تبدا بقى نتكلم مع كيرتو وبتقول بص كده يا معلم احنا قررنا ان احنا ننشئ ورشه للفنانين قريب، انا هشتغل هناك كمغامره كشخصيه رئيسيه. عشان كده بتبدا بقى نعترض على كيرتو ان هو يجي يشتغل معاه هناك. بقى بيكون متفاجئ لا ثواني كده انا. هي بتقول له ايوه طبعا يا اسطى. بتقول له ايوه اصلا انا سمعت ان انت بتكون عملت شغل زي الفل في البيت
الخاص باوفيليا. كيرتو بيقول لها طب ثواني كده، انا دلوقتي بكون شغال مع الفريق ساكورا، اعمل انا ايه دلوقتي؟ المعارض ده بيقاطع كيرتو وبيقول ان العرض ده ما ينفعش ان انت تفوته من ايدك ابدا بالينا، فما تقلقش من ناحيتنا نهائيا، والمفروض ان انت تقبل العرض ده فورا. الفريق بيبدا بقى انه يشجع كيرتو ان هو لازما ياخد الخطوه دي. بقى بتقول لهم بصوا كده يا رجاله، احنا فعلا بنواجه نقص شديد في الايادي العامله، لان الورشه دي بتكون لسه جديده، عشان كده هيطلب منا ان احنا نوظف شويه مغامرين وبتعرض عليهم ان هم يجوا يشتغل معاهم في قلب الورشه. طبعا العرض ده ما ينفعش ان هم يرفضوه وبيوافقوا عليه فورا. ومسبق كده كيرتو بيكون في قمه الانشكاح، وقرروا ان هم اول ما يرجعوا يعملوا كده حفله جامده بافتقاله. كده بقى بنشوف ان كيرتو بيبدا بقى انه يجمع اجزاء الوحوش التانيين اللي هو بيكون هزمها من شويه. بنشوف بقى ان اوشيليا بتبدا بقى تقرب منه وبتقول له يا معلم ايه رايك اول ما نرجع للمدينه ان انت بتعمل الاختبار الموهبه ده، هيكون من الافضل ليك ان انت تعرف الموهبه اللي انت بتكون متميز فيها. كيرتو بقى بيقول لنفسه انها فعلا عندها حق، لان انا اصلا كنت ناوي اعمل كده اول ما الفن المتخصص يرجع تاني لنقابه المغامرين. بالفعل بيقرر بقى ان هو يوافق، وفي نهايه اليوم بنشوف ان هم بيوصلوا عند نقابه المغامرين وبيقابلوا هناك ميميكو. بتبدا بقى ترحب بكيرتو وبتعرفوا انها بتكون الساحره الخاصه بالبلاط الملكي، بتكون جاي هنا مخصوص عشان تعين الموهبه اللي هو بيمتلكها. بقى كده بنشوف ان كيرتو بيكون متفاجئ جدا. ده تعرفوا انها بتكون جاي هنا مخصوص لان السيده اوفيليا هي اللي بتكون موصيه عليه. اول ما شافت البلورات السحريه اللي انت بتكون صنعتها كانت منبهره بيها جدا. بالفعل بيقرروا بقى ان هم يبداوا في الاختبارات، وبنسيبهم بقى دلوقتي يا صديقي. وفي نهايه اليوم بنشوف ان هم بيكونوا عاملين حفل مع بعض، وحرفيا كلهم بيكونوا خربانها. هم بقى بيكونوا بيحتفلوا. بنعرف بقى هنا يا صديقي ان هم قرروا يخفوا الرتبه الحقيقيه عن كيرتو، ان هو بيكون في الرتبه الخاصه بالتنظيف والطبخ والتعدين. بالنسبه لبقيه الاختبارات فهو طبيعه الحال فهو بيكون عارف ان هو بيكون في الرتبه جي. هنا بقى بتبدا بقى تتكلم مع ميمكو وبتبدا بقى تطلب منها انها تعرفها الرتبه الحقيقيه الخاصه بكيرتو. ميمكو بقى بتعرفها ان فعلا النتيجه الحقيقيه بتكون ما بين الرتبه جي والرتبه اس اس. قدرات عنده تانية مش قادرين ان احنا نوصل لقياس معين، وفي الغالب هي تتخطى الرتبه تريبل اس. بقى القوه السحريه بتاعته لما قستها لقيتها انها بتكون كبيره جدا، وغالبا هي كمان في الرتبه تريبل اس. هم قدروا يوصلوا لنتيجه كويسه جدا، وفي الغالب هم يقدروا يعينوه بكل اريحيه كمعلم حرفي سري. فبتعرف اوشيليا ان هم بيكونوا محظوظين جدا لان الموهبه دي بتكون وقعت تحت ايديهم. الاخبار ديت لو كانت انتشرت في المدينه ففي الغالب ما كانوش عارفين النتيجه اللي كانت ممكن انها تحصل. بس لما بيكونوا واقفين بنشوف ان في شخص بيكون وصل لعندهم وبيكون سمع كل كلامهم. ايوه هي بقى بتكون مديحه. الاثنين دول بيستلموها وبيبداوا ان هم يحفلوا عليها، بيحذروا ان ما ينفعش اي حد واي مخلوق يعرف الرتبه الحقيقيه الخاصه بكيرتو انها بتكون من تريبل اس. قد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهايه الجزء الثالث من حكايه كيرتو. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم ونوصل ل 10000 لايك، ولو نقدر نحن نوصل 50000 مشترك في اسرع وقت ممكن اكون ممتن ليكم جدا. وكمان ما تنساش ان انت تتابعنا على قناه التليجرام، تلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. ويا سلام لو تابعنا على التيك توك فبرضه اللينك تحت في الديسكربشن. وكان معاكم مصطفى سعيد، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.